مساء الفل، اهلا بيكم في اول حلقه من حلقات برنامجنا 30 سنه. هنا هنبتدي نتكلم على فتره الجامعه، هتبتدي تبقى حر نفسك شويه، هتبتدي تبقى صاحب قرارك شويه. الدنيا هتختلف معاك من ان انت كنت قبل كده ثانوي كنت بتدرس بطريقه تعتبر تلقينيه شويه، كنت بتاخد المعلومه زي ما بيقولوا بالمعلقه، كان لازم المدرس بيديك المعلومه وانت لازم تذاكر عشان لازم تنجح عشان تخش امتحان، حاجات كلها اجباريه. لكن انت في الجامعه الموضوع بيختلف معاك من ناحيه ان انت لو مش عايز تدرس مش هتدرس، لو انت عايز تنجح هتنجح، لو انت بتدور على المعلومه فعلا هتلاقي المعلومه وهتبتدي تخش في مرحله متطوره. في واحد بيعدي وبينجح وفي واحد بيعدي وبينجح بيبقى معاه معلومه، المستوى ده مختلف عن المستوى ده. الفرق في المستويين ان انت عايز ولا مش عايز. المرحله دي انت لازم تبقى فاهمها كويس قوي، لان هو ده اللي هيبني عليه بعد كده حياتك. انت لو مش عايز مش هتقدر تكمل، لو مش عايز تتطور مش هتعرف تتطور، لكن لو انت عايز فعلا هتلاقي نفسك بتاخد خطوه واثنين وثلاثه والموضوع بيمشي معاك. طول ما الموضوع بيمشي معاك هتلاقي نفسك بتوصل لاهدافك بسرعه، وده طبعا انت اللي كسبان فيه محدش تاني. اللخبطه بس بتاعت الجامعه ان انت بتخش بتبقى عندك شويه حاجات اساسيه لازم تبقى انت عارفها كويس قوي. انت داخل الجامعه عشان تتعلم، فانت اول حاجه لازم تبقى انت مركز فيها انت ازاي بتتعلم، مش ان انت داخل الجامعه عشان تقضي وقت او تشوف الامتحان هيجي ازاي وتشوف طريقه تمشي بيها امورك يمين او شمال تكون ماشيه باي شكل كان. دي حاجه مش كويسه. انت حاول تشوف السكه كويسه ان تمشي بيها امورك في الجامعه وتخشها. في حاجات اساسيه لازم تخرج بيها من مرحله الجامعه انت كسبانها. الحاجات دي مثلا زي ان انت تكون صحاب او ان انت تكون علاقات. دي ان انت تكون علاقات او ان انت تكون صحاب دي حاجه تنفعك في حياتك كلها بعد كده. انت ازاي بتتعامل مع ناس مختلفه عنك، مش ساكنين جنبك، ثقافتهم مختلفه، ظروفهم الحياتيه مختلفه، ناس اعلى منك، ناس اقل منك، ناس فكرهم مختلف. لازم انت تتعود ازاي تتعامل مع الناس دي، وان انت برضو تستفيد من خبراتهم وتشوف حياتهم فيها ايه. دي حاجه برضو هتعلمك ازاي تتعامل مع الناس عامه في الحياه، وده اللي هيأهلك بعد كده الفتره اللي انت اتخرجت فيها في الجامعه واتعاملت مع الناس زي ما بيقولوا في سوق العمل. هتلاقي الموضوع بالنسبه لك سهل شويه. ليه؟ لان انت متعود ان انت بتتعامل مع ناس مختلفه، وده اللي انت هتبتدي تتمرن عليه في فتره الجامعه. فتره الجامعه برضو مهم ان انت تتعلم ازاي مبدأ ان انت بتدور على المعلومه. ده مختلف شويه عن ان انت بتجيب الكتاب وتذاكر وتروح للدكتور، لا، ان انت بتدور على المعلومه، ان المعلومه مش موجوده بس في الكتاب اللي قدامك او مش موجوده بس في المحاضره اللي قدامك، لا، انت عندك تشانلز كتير ممكن تدور فيها على معلومه وتقدر ان انت تعدي فيهم او تكسب فيهم معلومه بسهوله. الحاجات دي كلها هتخليك تعدي المرحله بتاعت الجامعه بسهوله وتخليك تخش في المرحله اللي بعديها مؤهل ليها، زي ان انت خلاص اتعلمت ازاي بتجيب معلومه، زي ان انت اتعلمت ازاي تتعامل مع الناس، وكمان الاهم من ده كله ان انت تكون ابتديت تحاول تمشي ايدك في اي شغل ولو حتى بسيط، ولو حتى ساعتين في اليوم، اي طريقه ان انت تشتغل بيها اي حاجه هيعودك ازاي ان انت تبقى ملزم ان انت تقدر تجيب لنفسك حتى مصاريف او ان انت تقدر تغطي حياتك باي شكل كان. اوعى تتكسف من اي شغل ممكن يجي لك في الفتره دي، لا، عادي جدا ممكن تشتغل اي حاجه لو جات لك فرصه ومشي حياتك، لان انت مش محتاج انك تجيب فلوس، انت محتاج بس ان انت تمشي امورك. الحاجات دي كلها بتبقى كويسه ان انت اول ما بتخلص جامعه بتلاقي نفسك انا عارف ازاي اتعامل مع الناس، انا عارف ازاي اجيب معلومه، عارف ازاي ااهل نفسي، عارف ازاي ادور على شغل. بتلاقي الموضوع ده بيسهل عليك فترات كبيره. لو عديت الحاجات دي بنجاح من مرحله الجامعه هتلاقي نفسك داخل على المرحله اللي بعديها وانت واقف على ارض صلبه ومبسوط جدا وقادر ان انت تنجح في المرحله اللي بعديها. استنونا الحلقه الجايه هنتكلم في المرحله اللي بعد كده، وما تنسوش تدوسوا سبسكرايب.